بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة. حديث في صحيح الجامع. يعني منتهى التلخيص. سيدنا محمد اختصر النصيحة في كلمتين: لا تغضب ولك الجنة. يعني كل ما تيجي تغضب فكر في ان الجنة قدامك لو بطلت. طب ليه؟ طب ما يغضب عادي يعني. لا، لانه لما هيغضب جايز يعني مش جايز، ده اكيد ان الغضب هيضره، هيضر صحته. في ناس بتموت بتجيلها سكتة قلبية. ممكن يغلط في حد وهو اصلا هو اللي غلطان، ويكون في سوء تفاهم مثلا. لازم يدي نفسه فترة يتأكد. الغضب عموما مضر جدا بالصحة ومضر بالبشر اللي حواليه. ممكن يقول يشتم حد وهو مش مفروض يشتمه، مش مفروض يشتم اصلا. فلو الانسان عود نفسه، يعني الحاجات دي ممكن تحصل بالتعود، يقدر ان هو يبطل. وكفاية ان احنا نعرف اول مرة، نعرف انك انت لو ما غضبتش واتنرفزت ليك الجنة، وده اكبر جزاء. عليه الصلاة والسلام.